تعالي اقولك ازاي تحكمي عليه من اول ديت عشان ما تتدبيش على بوزك واصحابك يشمتوا ويضحكوا عليكي ويقولوا لك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. اول حاجه ركزي معاه لما تلاقيه بيتعامل مع حد غريب، يعني مثلا لما تبقوا في مطعم شوفي بيتكلم الجرسون ازاي، هتلاقيه بيتكلم بكبر وتعالي ولا اسلوبه لطيف ومحترم ومبتسم، وهتكتشفي طبيعته لما تلاقيه بيتعامل مع حد اقل منه قوي او اعلى منه قوي، وحتى لو بيحاول يبقى لطيف قدامك، ولو لقيتي طريقته زي الزفت اهربي، لان ده بقى لا هيحترمك ولا هيقدرك ومثير ويتعامل معاكي بنفس الطريقه، لان الطبع غلاب يا حبيبتي. وتاني حاجه بقى لما يجي يمسك المنيو شوفيه مركز في الاسعار وبيطلب براحته ولا شكله مقرف من الاسعار ومتضايق، وممكن ما يطلبش اكل مع انه قالك قبل ما يدخلوا المطعم انه هيموت من جوع، ويكتفي انه يجيب يا دوب ازازه حاجه ساقعه وحتى ما يعرفش ياخد قرار انه يفتح ازازه الميه. انا عايزه اقولك هو ممكن يبقى حريص اوكي، لكن لما تلاقيه بيعمل كده في اول ديت مع انه المفروض انه يبقى عايز يبهرك ويبين لك اجمل ما فيه، ما خفي كان اعظم، وانت هتشوفي ايام زي الطين. طبعا بقى مش هقولك لو في اول ديت سابك تحاسبي على حاجه لازم تعملي له بلوك، لان ده هيبقى اعلان واضح وصريح وقدامك كانه بيعلن عن نفسه ويقولك انا بخيل وجلده، ويتنك عليكي ويقولك عاجبك على كده ولا نفضها سيره اعتماد. الله، ما تركزي معايا، انت بتفكري في ايه يا خيبتك؟ اجري وسيبيه فورا. ولو فرضا وانتوا في يوم خارجين اتنرفز جدا، عايزاكي تركزي وشوفي هيتعامل في الموقف ده ازاي. هل عصبيته هتسوقه ومش هيقدر يسيطر على نفسه، ولا هيطلع راجل حكيم ويقدر ان في بنوته رقيقه معاه، ولا هيطلع جبان ومش قد المواجهه؟ كل دي مؤشرات هترسم لك شخصيته او حتى من شخصيته على الاقل. ولما يجي يتكلم عن اصحابه اسمعي اكتر ما تتكلمي، واسمعي وافهمي هم مين اصحابه وبيروحوا فين لما يخرجوا سوا وبيهزروا مع بعض بيقولوا ايه، لان اصحابه هم جزء مهم قوي من حياته، وانت هتفهمي كتير قوي عن حياته وشخصيته لما يتكلم عن صحابه. اساليه هو انت شايف الستات ازاي، اساليه عن دورهم، حدود حريتهم، فلوسهم لو اشتغلوا، وضع الست في البيت ايه، هل هي هتبقى زي الكرسي ولا هيشورك في كل حاجه في حياتكم، ومدى تدخل اهله وابوه وعيلته في علاقته بمراته، وهل شايف ان زي ما والدته ليها كرامه مراته ليها كرامه، مع انها اسئله صعبه على الراجل بس مهمه. ولعلمك لو بيكذب هيبان على وشه. كلميه مثلا عن شغله، شوفيه هيتكلم بتواضع ولا مغرور وشايف نفسه، ولازم تفهمي هو واخد وضعه في شغله ولا مقهور وعنده عقد. ولو قعد بقى يترسم عليك ويقول لك انه اجمد واحد في الشغل ويحكي لك من هنا للسنه الجايه عن انجازاته ويفهمك انه ساعد الدكتور زويل في اختراع الفيمتو ثانيه، يبقى الانا عنده متضخمه شويتين زياده وقوم اجري. ولازم تعرفي ان الشخص اللي عنده الانا عاليه قوي هيبقى توكسيك وهيقرفك، وعلى راي المثل اللي تشوف التوكسيك وما تجريش هتتشوي زي الفراخ الشيش. انما بقى لو لقيتيه عنده حلم وطموح ونفسه يحققه يبقى ده كلام يحترم. اسمعي منه وركزي وشوفي طريقه سعيه للحلم عامله ازاي، هل عارف يخطط كويس وبيسعى وبيعمل اللي عليه ولا لا. وخلي بالك ان الشخص اللي عارف هو عايز ايه ودماغه مترتبه ومتكلفه ده عمله نادره يا اختي. قومي يا اختي جايبه لي لسته تعملي كده اخضر وكده احمر، الاخضر فيه الصفات الحلوه والاحمر في الصفات الوحشه، ولو الاحمر زاد عن تلت الاخضر اجري واعملي له بلوك عشان ما ترجعليش تعيطي وانا اقول لك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.